السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميركاتو الشتوي يشتعل. يوسف بالعمري يطرق باب الأهلي المصري ورفض إغراءات الوداد. الأربعاء 17 من ديسمبر 2025. خطوة واحدة تفصل الدوري المغربي. يوسف بالعمري نجم الرجاء الرياضي عن ارتداء قميص النادي الأهلي المصري بعدما دخلت المفاوضات بين الطرفين مراحلها النهائية. الصفقة التي وصفت بأنها ضربة معلم لإدارة الأهلي جاءت بعد صراع شرس مع أندية كبرى سعت لضم اللاعب. برغم المحاولات الكبيرة التي قام بها هشام آيت من رئيس نادي الوداد الرياضي للتعاقد مع بالعمري لتعزيز صفوف فريقه، إلا أن النجم الفريق الأخضر كان حاسما في قرار بالانتقال إلى الدوري المصري من بوابة النادي الأهلي. وأكدت المصادر المطلعة على أن رغبة اللاعب الأولى كانت الانتقال إلى الأهلي، مفضلا إياه على عروض خارجية وروسية، وعرض مغري من الوداد الرياضي يضع حدا للتكهنات حول مستقبله في الدوري المغربي. كشف مصدر ذاته أن إدارة الأهلي قد حسمت صفقة بالعمري بعد توصل اتفاق شبه نهائي مع النظيرات في الرجاء يقضي بدفع 500 ألف دولار لشراء 6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب، ومنتظر أن ينخرط بالعمري في تدريبات الفريق المصري مع بداية فترة الانتقال الشتوية في بداية يناير المقبل. ويأتي إصرار الجهاز الفني للأهلي على ضم بالعمري نظرا للقدرات الفنية العالية وأدائه اللافت مع الرجال الرياضي والمنتخب المغربي، حيث ينظر إليه كحل مثالي لتدعيم الجهة اليسرى وخط الوسط، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية التي تنتظر نادي العاصمة المصرية. مشاهدة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.